السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل كده فراخ بلدي كده. بيتي الفراخ ديت انا اللي مربياها في البيت وكده. معايا بقى حبايبي، كنت غسلها طبعا بميه وملح وخل وليمون، وبعد كده بقى هجيب حله كده معانا وهحط الفرخه فيها، وبعد كده هحط طماطميه وبصلايه كبيره وشويه ملح وشويه بهارات وكده. وبعد كده بقى لما اشوحها حلو قوي في الحله، هبتدي بقى ان أنا اسقط ايه عليها الميه السخنه. وهنا بقى يا حبايبي كانت خلاص الفرخه معانا، بسم الله ما شاء الله، كانت استوت ازاي! شفتوا جمال ونظافه الشوربه بتاعتنا، حاجه كده في القلب. هنا بقى يا حبايبي هاخد شويه الشوربه الجمال دول، هعمل عليهم شويه ملوخيه كده، انما ايه. طبعا صفيت الشوربه وبعد كده حطيتها بقى في الحله الحلوه دي. وبعد كده كنت مجهزه معايا الملوخيه من قبلها. هبتدي بقى ان انا اضيف الملوخيه على الشوربه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى ايه، كنت طبعا مجهزه معايا كمان رز معمر وكده، ما هي لازم بقى فراخ وملوخيه ورز، يبقى لازم رز معمر وكده. هنا بقى كنت خلاص حطيت الملوخيه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اقلب فيها حبه حلوين كده، وبعد كده هجهز بقى ايه التومه بتاعتها. معايا بقى طاسه فاضيه كده زي ما انتم شايفين، ومعلقه سمنه كبيره ومعلقتين توم او 3 معالق، يعني على حسب ما انت بتحبي التوم في قلب الملوخيه. في ناس ما بتحبش التوم كتير وبتحط توم وكزبره ناشفه، لا انا ما بحبش الكزبره الناشفه في قلب الملوخيه. انا بزود بس كزبره خضراء، شويه كزبره خضراء كده، وانا بخرط الملوخيه وكده. هنا بقى هبتدي ان انا اشوح التوم كده زي ما انتم شايفين لحد لما لونه يصفر معايا حبه حلوين كده. وبعد كده هبتدي ان انا اضيفه على الملوخيه بتاعتي. هنا بقى كان اصفر اهو، حبيت ان انا اوريه لكم يعني يبقى بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. هجيب بقى الملوخيه كده معايا، وبعد كده هضيفه على الملوخيه. هنا بقى شايفين جمال وحلاوه الملوخيه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، باينه من حلاوتها وجمالتها ونظافتها. هنا بقى يا حبايبي حاطين الطومه وزي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اقلبه كده مع بعض وخلاص كده بقى. هركن الملوخيه على جنب. كنت خلاص بقى كمان خلصت الرز وكده، وكمان كنت حمرت الفراخ زي ما انتم شايفين وكده. بسم الله ما شاء الله، كانت طعمها تحفه قوي. كانت عامله زي الحمام كده، اكلها كان عامل فعلا زي الحمام. وهنا بقى كان الرز، طبعا هم ما استنوش هم غيرهم يعني ان انا قبل ايه ما اصور وكده. وده بقى كان الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا النهارده. غدانا النهارده سهل وبسيط، يا رب يكون عجبكم، ويا رب اكون دايما وجودي خفيف على قلوبكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش دايما يا حبايبي تتابعوني، وما تنسوش الصلاه على النبي. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.